انت بقى كراجل بتبقى طالع شغلك من الصبح بدري شقيان على اكل عيشك عشان تكسب لقمتك بالحلال، وعشان برضو تجيب لهم في البيت كل اللي نفسهم فيه. ما بتصدق ان اليوم بيخلص فبترجع بيتك جري عشان تاكل لقمه وترتاح شويه، عشان يا دوب تصحى تلاقي النهار طلع فتنزل شغلك تاني، وهتفضل بالشكل ده لحد ما تطلع معاش من الشغل او من الدنيا. تخيل بقى في وسط كل ده اول ما تدخل بيتك تلاقي سؤال اترمى في وشك من غير سابق انذار، تقول لك مش حاسس ان في حاجه متغيره؟ انت بتتفاجئ بالسؤال طبعا لانه بيبقى عامل زي الضربه الهوك كده بتاعه الملاكمه، فتبدا في الاول تهفلط بالكلام وتجاوب اجابات ليها علاقه بالشغل بتاعك، بعدين بتفتكر ان اللي قدامك ده مش مديرك، وده عشان مديرك ده ساعات بيسالك نفس السؤال، بيقول لك مش حاسس يا احمد ان في حاجه متغيره؟ وهو فاتح قدامه شيت اكسل. المهم انت تبدا تبص لها قوي كده، الست دي انا شفتها فين قبل كده اصلا؟ بعدين بتفتكر طبعا ان هي مراتك وانت عارفها كويس جدا بس انت اللي جعان شويه. المهم لما تبص لها تاني بتكتشف ان هي ما فيهاش حاجه متغيره، تبتدي بعدها تخطف نظرات حواليك كده من غير ما حد ياخد باله، يمكن يكون التغيير ده حاجه في الشقه وبرده ما تلاقيش كل ده، وهي ساكته خالص ومدياك مساحتك تماما عشان ترد، بس وهي بصلك كده. ودي بالمناسبه حاجه مرعبه اكتر من انها تتكلم. اخيرا بتقرر ان انت تعلن استسلامك وتسلم كفنك وترضى باي حاجه تحصل لك، لانها اكيد هتكون قضاء وقدر، فتقول لها لا مش حاسس. بعد طبعا قمص كتير وزعل كتير ومحاولات صلح قد تدوم لاسابيع، اخيرا بتقولك ان الحاجه اللي متغيره اللي هي كانت بتسالك عليها هي انها غيرت لون شعرها لدرجه اغمق من درجات البني، يعني شعرها بعد ما كان بني فاتح بقى بني فاتح برضه بس اغمق شويه من الاول. انت هتحس وقتها بشويه تنميل في كتفك الشمال، بس ما تقلقش خالص، حاول انت بس تشوف دكتور بسرعه. عزيزاتي الانثى، خليه هو مع الدكتور بتاعه عشان يعرف منه كورس العلاج اللي هيمشي عليه الفتره الجايه، وركزي انت معايا بالله عليكي. الراجل ككائن حي ما ينفعش يتقال له مش حاسس في حاجه متغيره، لانه اكيد مش هيحس، ولا حتى يتقال له مش شايف حاجه متغيره لانه اكيد مش هيشوف. الراجل يتقال له ايه الحاجه اللي متغيره على طول. احنا كرجاله البروسيسور بتاعنا بيقسم كل حاجه لاتنين بالتساوي، يا ابيض يا اسود، مفيش حاجه في النص دي خالص. في الشغل عندنا ما بنقولش احمد ده كويس والله بس خبيث شويه، وعبد الله ده محترم جدا بس بينفسن، لا، احنا في الشغل بنقسم الناس كلها طيب وشرير، فلان ده طيب يبقى هتعامل معاه، فلان ده شرير يبقى مش هتعامل معاه، خلصانه. هو احنا لسه هنفكر نحلل شخصيات؟ عزيزاتي الانثى، هو ليه الراجل بيتعصب لما بيرجع البيت ما بيلاقيش اكل؟ عشان هو دلوقتي مركز في حاجه واحده بس، انا عايز اكل. يعني لو جربتي وقتها تفتحي دماغه كده هتلاقي كلمه واحده بخط بولد كده عريض، جعان، فوقتها ما بيبقاش عنده اوبشن غير ان هو يرجع يلاقي اكل، فلما بيرجع وما يلاقيش بيحصل له ايرور، الراجل بيهنج. احنا كرجاله الالوان اللي نعرفها هي الالوان الاساسيه بس، ما نعرفش غيرها، مفيش بقى روز وبيبي بلو وكشمير، لا دول كلهم بالنسبه لنا احمر وازرق واحمر برضو. تصدق يعني حتى في العلاقات الراجل ساعات بيخش العلاقه وبيخرج منها ضيف شرف، هو مش عارف ايه اللي جابه. انت كرشيتي عليه ودخلتيه العلاقه وارتبطتي بيه، وبعدين مع الوقت بدات تحسي ان انت مش طايقاه، بعدين في الاخر خالص قررتي تسيبيه، هو في الاخر دخل من هنا وخرج من هنا وتايه، عارف. عايز يروح، عنده شغل بكره. عزيزاتي الانثى، لو في راجل في دماغك ناوي تلمحي له كده وعايزاه ياخد باله، ربنا معاكي. وبعدين تفتكري ليه الراجل الخاين دايما هو اللي بيتقفش؟ شوفي كام راجل خاين بيتقفش قصاد كام واحده خاينه بتتقفش، مفيش مقارنه. ما هو عشان موضوع ان هو بيبقى بيكلم اتنين في نفس الوقت ده عامل ستريس على دماغه، مش قادر يرتب افكاره، يعني الملفات دي بتخش على الملفات دي فبيحصل مشكله، يعني ممكن يغلط وينادي واحده فيهم ويقول لها يا ماما اصلا. عزيزاتي الانثى، هو ده الراجل باختصار. ازاي بقى عايزاه في وسط كل ده وبعد كل ده ياخد باله ان انت غيرت شعرك فرق درجه؟ والله ما يحصل ابدا، لا والله ما يحصل يا عم، انت بتهزر. ده بتقول لك بني فاتح وبني فاتح برضه، احنا بنعرف ان البني بني بالعافيه. وعزيزي الراجل اللي لسه راجع من عند الدكتور، الحمد لله على السلامه، خليك ثابت على موقفك، ولو سالتك مش حاسس في حاجه متغيره انت عارف الاجابه هتكون ايه، هي اجابه واحده مفيش غيرها، هتقول لها لا مش حاسس.